طبعا مش هتصدقني لو قلت لك ان انا دلوقتي وصلت الجزائر، لسه واصل الجزائر دلوقتي. اهلا وسهلا بكم في العاصمه الجزائريه الجزائر. الجزائريين اللي بيحبوني عاوز اقول لكم اي منتجات جزائريه هتيجوا هنا هتلاقوها من الالف للياء. منتجات جزائريه بيور 100%. اهلا وسهلا بكم في الجزائر. مرحبا بكم في لاكورناف. اليوم من اليوم ليوم الأحد عندنا جميع التمور الجزائرية. مرحبا بكم. بقول لك اهلا وسهلا بيك في الجزائر. كل حبايبي الالجيريات هتيجوا هنا لاكورنيف. كل التمور الجزائريه موجوده هنا. حلويات جزائريه. Marhaban Bikoum, oui, c'est un produit algérien, c'est ramené d'Algérie, importé d'Algérie, on est à Paris. Actuellement, on est à la Courneuve. Marhaban Bikoum, on est là jusqu'à dimanche, Inch'Allah. موجودين ان شاء الله لحد يوم الاحد. الايفنت ده لحد يوم الاحد، بيبداوا يفرشوا دلوقتي لحد يوم الاحد. عصاير جزائريه 100%. مرحبا بكم. احنا جبنا عصائر جزائريه 100%. رانا متواجدين في لاكورناف شي اوكنزي من اليوم الى الاحد القادم ان شاء الله. منتوجاتنا متمثله في 3 انواع تاع عصائر طبيعيه 100%. فيها العنب، ايوه، وفيها المانجا، وفيها البرتقال، كلها 100%. نورتونا والتحيا الجزائر. شكرا. ان شاء الله موجودين لحد يوم الاحد يا جماعه، والعنوان قدامكم على الشاشه. شكرا. زيت الزيتون الجزائري، اشرح لي بقى ده ايه؟ مرحبا بكم. لدينا زيت زيتون جزائري، زيت زيتون 100% اكسترا فيرج، بالتحاليل الخاصة به. نحن هذا في زيت زيتون موجود في ولاية جيجل، هذا اكسترا فيرج زيت الزيتون. ونحن شركة جزائرية ايرل شوزنسية اكسبور، متخصصة في تصدير كل ما هو جزائري، منتوجات جزائرية، سواء مواد غذائية، سواء مواد تنظيف، مواد تجميل. وحاليا رانا متواجدين في فرنسا، لاكورناف، عند شي اوكنزي، في المعرض المنتوجات الجزائريه، ريحه البلاد. رانا من لو 5 جيسكا لو 9 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله موجودين لحد يوم الاحد. اي حد محتاج منتجات جزائريه، الجزائريين تعالوا هنا يلا. دلوقتي معانا منتجات جزائريه، من فضلك اشرحها لي. هذه مواد خاصه بمواد تجميل، كوسميتيك. عندنا لا مارك ايفوريا، عندنا منتجات ابو السعد، وفيها العديد من كما نقولوا لاغام. ودي يا جماعه بقى الرشته الجزائريه، بتنطلب كتير جدا، موجوده هنا في قلب المكان دوت لحد يوم الاحد القادم. قدامكم جميع المنتجات دي جايه من الجزائر، بيور 100%. الجيريا، تحيا الجزائر. الكسكس الجزائري والاكل الجزائري، اشرح لنا يا ست الكل بتعملي ايه؟ هذا الكسكس الجزائري من الغرب، من وهران. وهذا الارز بالدجاج، وهذه لاصوص تاعه، وهذه الليغوم سي لاصوص افيك لا فيوند. هذا حمص، هذو لي ليغوم. هذا طبق سموه كوكا فارسي بالدجاج. هذا الطبق الوهراني عصبان يتاكل في الخبز. هذه الحريره، وهذا كبده مشرمله. هذه محاجب حارين ناتور، وهذو محاجب حارين. هذه معقوده معروفه، معقوده الوهرانيه، معقوده تاع الغرب جينيرال. دي يا جماعه المحاجب الجزائريه. اشرح لنا بقى بتعملي ايه؟ دي محاجب بالبصل بالطماطم، زي ما تشوف كده. حارة ولا ماشي حارة؟ فوالا محاجب ناكلوها في الشتاء خاصة. اوكي، دي محاجب يا جماعه. طبعا دي محاجب الجيريا، اي حد عاوز محاجب حاره او غير حاره هتيجوا هنا هتلاقوها. الايفنت مفتوح لحد يوم الاحد القادم. وده هنا شاي جزائري، تعالوا هنا. الايفنت ده لحد يوم الاحد، والعنوان قدامكم على الشاشه. حلويات الجزائريه. هذه بقلاوة، ايوه، هذه مقروط اللوز، هذا تشارك مسكر. دي كاتو مختلفين، ديريات، تشارك العريان، مخبز، مقروط اللوز، صابلي. هذو حلويات تاع الجزائر. ان شاء الله فاتحين لحد يوم الاحد الايفنت هنا. ان شاء الله ان شاء الله يوم الاحد تيجوا هنا احلى حلويات. فيف الجيري. فيف لاجيري. العنوان قدامكم على الشاشه، اوعوا فيف تنسوا تيجوا. لاجيري. دي منتجات طبيعيه هاند ميد، بتعملها واحده جزائريه، حاجات للشعر وحاجات للوجه. تحيا الجزائر. هدا تحيا الجزائر. الايفنت ده مفتوح لحد يوم الاحد القادم، تنورونا ان شاء الله. طاجين والكسكس الجزائري، هتيجي هنا تلاقي كل حاجه
موجوده، يعني حتى الحلل الجزائريه موجوده، حتى الفخار الجزائري. هات هنا يا حبيبي، هات هنا الفخار الجزائري بتاع الطاجين، الطاجين الجزائري موجود هنا. فتيجوا هنا، الايفنت مفتوح لحد يوم الاحد القادم، في كل حاجه جزائريه 100%. هنا بقى البلاصه دي مصريه بيور، كل المنتجات دي هاند ميد بتعملها بنت مصريه، والعبايات دي مصريه، انتاج مصري، صنع في مصر. فتيجوا هنا هتلاقوا كل الحاجات دي. اي حد عاوز مشروب طاقه وبيروح الجيم، مشروبات طاقه جزائريه. تي ان تي جزائريه، بليزور جو، بليزور بارفان. مرحبا بكم اوكانزي، اوني لا جوسكا ديمونش ان شاء الله. ده ايفنت جزائري موجود لحد يوم الاحد القادم. اي حد محتاج منتجات جزائريه بيور، قدامك العنوان على الشاشه طول الفيديو، مفتوح لحد يوم الاحد، والنهارده اول يوم. شكرا جدا، تحيا الجزائر.